السلام عليكم. لو اول مره بتشوفيني، اسمي من احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده وجبه السمك المكرونه مع رز السمك والسلطه وسلطه الطحينه. بجد حكايه. سمك المكرونه من الاسماك الجميله جدا جدا. يلا بينا ندخل بقى ونشوف هنعمل ايه. معانا في الوصفه بتاعتنا نص كيلو من سمك المكرونه البلدي المتنضف كويس جدا جدا ومغسول حلو قوي. ومعانا الخلطه بتاعتنا او التوابل بتاعتنا عباره عن كمون وملح كزبرة وطبعا شطة، ومعايا توابل سمك، ومعايا زعتر بيدي طعم حلو قوي قوي للسمك، ومعايا كمان توم مفروم، ومعايا خل، ومعايا ليمون. تمام كده. دي التتبيلة بتاعت السمك بتاعتي النهاردة. هنحط بقى الخل على الليمون، وهنحط التوابل بتاعتي. هنجيب بقى كده معلقة وننزل بمجموعة التوابل والثوم ونقلبهم على بعض كويس عشان نغلف السمك بتاعنا. هننزل بالثوم المفروم. تمام كده. وهنحط التوابل بتاعنا اللي هي عبارة عن زي ما قلت توابل سمك جاهزة من عند العطار، بنحط منها معلقة صغيرة، وبنحط كمان بقى ملح وشطة وكمون وسنة زعتر، وكمان شوية كزبرة بتدي للسمك طبعا تحفة، طعم حلو قوي قوي قوي. هنقلب الكلام ده كويس جدا كده، وهنبدأ ناخد السمك بتاعنا كده بالشكل ده، وواحدة واحدة كده هنبدأ نحشي السمك بتاعنا ونديله بقى طبقة خارجية كده من التتبيلة دي. تمام كده. طبعا التتبيلة دي تنفع لأي نوع سمك. أنا سبق وعملت معاكم السمك المكرون البولتي بعتذر، وعملت معاكم الجمبري وتقريبا كانت نفس التتبيلة. اي نوع سمك، وعملنا الفيليه مع بعض قبل كده. بجد التتبيله دي حلوه جدا جدا، تستخدميها لاي نوع سمك. وفي الجمبري برضو لازم تقعد معاكي التتبيله دي تقريبا كده حوالي مش اقل من ساعه في السمك بتاعي او الجمبري بتاعي، اي منتجات البحريه بتاعتي تشرب منها كده اقل حاجه نقعدها ساعه. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده. هغلف زي ما قلت واحشي بقى السمك بتاعي بالثوم. طبعا السمك لما يكون متملح كويس ومتبل كويس بيبقى طعمه تحفة بجد. تمام كده. مش بنرب بقى مية وزي مثلا المحلات علشان خاطر ان احنا نزود في الوزن بتاعنا. وزن السمكية، لا السمكية بتاعتي بتبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه، بجد بيبقى طعمها خيالي. طعمها حلو جدا جدا. احنا طبعا بنعمل في البيت، مش بنعمل لبره اللي هم عايزين يزودوا الوزن عشان خاطر ان هم يكسبوا طبعا. ولما يزيد وزن السمكية بالحاجات اللي بيتقلوا بيها دي كده، طبعا هم ما فيش اي مشكلة بالنسبة لهم. بس بصراحة ربنا لا، مش كل المطاعم طبعا، مش هقول كل مطعم بتعمل نفس الخلطة، ولكن اغلبيتهم بتعمل. خلاص انا خلصت كل كمية التتبيلة بتاعتي بالشكل ده، وغلفت السمك بتاعي من فوق ومن تحت ومن جوه. هسيبه زي ما قلت لك بقى كده شوية على جنب كده لمدة اقل حاجة ساعة. تمام. هغطيه بقى واسيبه لحد لما نبدأ نعمل الخطوة اللي بعد كده، وبعدين هبدأ اقليه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هنعمل معانا رز السمك، هنعمله بطريقة سهلة وسابقة وعملناه قبل كده مع بعض. عندي بقى حلة على النار، حاطين فيها بقى بصل متقطع مكعبات صغنونه قوي، حابه تبشريه مفيش اي مشكله. وهنحط عليه معلقتين من الزيت كده، وهنبدأ نقلب بالشكل اللي انتوا بتشوفوه دوت لحد ما البصل بتاعي ياخد معايا لون ذهبي جميل. تمام. ده الرز اللي هو رز السمك. في ناس بتحب تاكل معاه رز ابيض، مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل مع السمك الرز ده. بالنسبة لي كشخصية انا بحب السمك بالعيش، مش بحب معاه اي رز خالص. انا بعمل الرز عشان جوزي وعشان الولاد وكده، انما انا السمك مش باكله برز خالص. انا بحب ان انا اغمز السمك كده واستمتع بطعمه. بيبقى تحفة. هقلب زي ما انتوا شايفين كده. في اللحظة دي بقى انا سايباه على النار وبغسل الرز بتاعي. اي كمية رز انتي حابة تعمليها، يعني مش محددة، مش هيدك بكمية رز معينة. هو المقادير عبارة عن رز مغسول وكمان معانا بصل متقطع. وهنبدأ بقى نقلبه كده بالشكل ده لحد لما ياخد اللون الذهبي الجميل كده. شايفين اهو بدأ ياخد لون حلو كده. وانا غسلت الرز وصفيته جايباه جنبي كده علشان خاطر اول ما يبدأ البصل كله ياخد اللون مرة واحدة هنزل بالرز كده. تمام قوي قوي كده. نقلب بقى بالراحة تقلبتين كمان، ونبدأ ننزل بالرز بتاعنا. وزي ما قلت لك الرز بتاعنا هنا الرز المصري العادي جدا البلدي، مغسول تمام ومتصفي. هنزل بيه اهو كده بالشكل ده كده.
وهبدأ اقلب. تمام كده، هقلب بقى الرز مع البصل بالشكل ده. والتوابل بتاعتي هنا عبارة عن كمون وملح فقط. هديله بقى رشة كمون كده، رشة كمون حلوة، وهديله كمان معايا شوية ملح، واقلب تقليبة كويسة. اجيب بقى الملح معايا كده. تمام، وابدأ اقلب الكلام ده كده كويس، واكون مجهزة جنبي مية علشان ازود الرز بتاعي. تقدري تستخدمي المية مغلية، بتقدري تستخدميها مية عادي جدا من الحنفية، مفيش اي مشكلة. احنا هنا عفوا، انا كده استخدمت مية عادي من الحنفية، مفيش اي مشكلة. في ناس كتيرة بتستخدمها مغلية، اللي انتي بتحبيه. هقلب بقى كده، خد الرز المية بتاعته، هقلبه كويس جدا جدا، وهغطيه. واول ما هيشرب المية بتاعته هوطي عليه، وهتابعه بقى كل ما يحتاج شوية هقلبه، واغطي الحلة بتاعتي. تمام، الرز بتاعي يستوي، هيبقى تمام جدا. بنتابع الرز بتاعنا، وكل ما يعوز مية بنزوده حاجات بسيطة. نيجي بقى نروح للسمك بتاعنا. عندنا طبق فيه دقيق، الدقيق صافي سك مش فيه اي حاجة. تمام، هنبدأ ننزل بالسمك بتاعنا بالشكل ده كده، وهنبدأ نقلبه في الدقيق. مفيش اي مشكلة، لا حطيت مية ولا حطيت اي حاجة. هجيب طبق كمان جنبي كده علشان خاطر اطلع السمك من الدقيق واهرسه في الطبق لحد ما اخلص كمية السمك واعفرها بالدقيق كلها كده بالشكل ده. السمك المكرونة بيبقى بجد طعمه حلو جدا، وخصوصا السمك البلدي، المكرونة السويسي البلدي بجد. انما اللي مش بلدي ده انا بصراحة مش بعرفه، مش بجيبه اصلا، لان السمك ان ما كانش بلدي بجد ما تحسيش ان انتي بتاكلي سمك مسكر طازه حلو. مهما يقعد معاكي في الفريزر، لو انتي جبتيه وحطيتيه في التلاجة متنضف، تحسي بزفرته لو هو مش بلدي. انما لو السمكة نفسها بلدي وحلوة هتفضل معاكي وقت طويل، مفيش اي مشكلة. في ناس طبعا ما بتحبش تخزن السمك، وبتجيبه كل ما تعوز تاكل بتنزل تجيبه طازة، برضو مفيش مشكلة. هكمل بقى كل كمية السمك بتاعتي بالشكل ده اهو. تمام، وبغلفه بالدقيق من فوق ومن تحت علشان تبقى كل قطعة السمك متغلفة بالدقيق، وتتقلي معايا بمنتهى السهولة بالشكل ده. تمام، خلصت بقى كل كمية السمك بالدقيق. عندي بقى طاسة متسخن فيها زيت على النار، وهبدأ انزل بالسمك. هنا الزيت بتاعي سخن، والنار بتاعتي متوسطة مش عالية قوي عشان السمك ما يتحرقش، ومش واطية عشان السمك ما يطراش معايا. بالشكل ده هنزل بالسمك بتاعي. ممكن بقى اضيف جزء من قشرة البصلة، القشرة الاورنج اللي بره او القشرة الحمراء، لو انت بتستخدمي بصل احمر مفيش اي مشكلة. هحطها بعد ما احط السمك كده، هنزل بقشرة خفيفة من البصل، وممكن كمان نص ليمونة او شريحة من الليمون، بتدي ريحة حلوة، مش بتخلي ريحة زفارة في البيت. اهي القشرة الخارجية دي. وكمان ممكن احط زي ما قلت كمان شريحة ليمون او نص ليمونة كده، المتوفر عندك بتحطيه برضو مفيش اي مشكلة بالشكل ده. هقلي بقى السمك، وبالراحة كده هقلب يمين وشمال لحد ما السمك ياخد اللون الذهبي الجميل. هنا هنبص على الرز بقى، شايفين الرز كده تمام جدا جدا. هطفي عليه بقى واروح اكمل قلية السمك. السمك عندي اهو بدأ ياخد اللون الجميل اهو زي ما انتوا شايفين. هكون محضرة بقى عندي سيرفيز او طبق فيه ورق مطبخ عشان اطلع عليه السمك. وسيرفيز التقديم هكون محضرة بقى بقدونس متقطع، وده اختياري. بقلي السمك زي ما انتوا شايفين اهوت. هخلص كل كمية السمك وهتاخد اللون الجميل، ونرجع نشوفه مع بعض. شوفين لون السمك بجد حلو، وبجد في الاكل كمان مقرمش جدا. تمام، والزيت ده بعد كده بنصفيه ونستخدمه مرة كمان لقلية السمك، وبعد كده مش بنستخدمه، بنركنه. تمام كده. هطلع بقى السمك زي ما انتوا شايفين كده اهو، خد اللون التمام معايا.
وبعد كده هعمل بقى السلطة وسلطة الطحينة. هقدم لكم بقى الشكل النهائي للسمك، ومع سلطة خضراء مع سلطة الطحينة، وكمان مع الرز اللي احنا عملناه مع بعض. يلا بينا. شايفين خلاص كده خلصت كل الكمية وشلتها. نقدم بقى مع بعض وصفة النهاردة او طبق النهاردة اهو. زي ما انتوا شايفين طلعناه بقى بعد ما استهدى، حطيته بقى على بقدونس متقطع، بيدي شكل حلو قوي وطعم حلو قوي للسمك. شايفين لون السمك جميل ازاي، وبجد مقرمش وحلو. وكمان سلطة الطحينة عملناها مع بعض، والسلطة خضرا بقى، والرز السمك اللي احنا عملناه. وبألف هنا وشفا. دي كانت حلقتي ليكم النهاردة، سمك المكرونة ومع الرز السمك، بطريقة سهلة وبسيطة. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفة وحسيتي ان انت استفدتي مني النهاردة، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديدة. والسلام عليكم.